السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي راكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ غبت عليكم من جديد، عبرت عليكم. هذه مده ما درتلكمش الفيديو، المهم شي 5 ايام هذه ما درتلكمش فيديو. ورجعت لكم ديما نغيب ونرجع كما العاده مع الوصفات الطبيعيه معايا في القناه ديالي البسيطه المتواضعه. المكونات موجوده في كل بيت، ما كنكثرش عليكم المكونات كما كتعرفوا. ديما الجديد معايا، ديما مع البساطه والوصفات الطبيعيه مع منى بالله. نتمنى نكون عند حسن ظنكم، ونتمنى الوصفات ديالي كتعجبكم وكتطبقوها وكتلقاو نتيجه زوينه كما كنلقاها انا معكم. على بركه الله. بلا ما نطول في المقدمه، جيت لكم الوصفه اللي طلبوها مني البنات بزاف، السيدات والبنات من العائله. قالوا لي ديري لنا وصفه ديال الشيب، لقضاء على الشيب اللي عنده الشيب في الراس، سواء خفيف ولا كتير، وبنات صغار ولا كبار ولا سيدات ولا بنات ولا حتى الرجال عندهم الشيب. مهم هذه الوصفه هذه الطبيعيه كما كتشوفوا قدامكم هنايا. غادي نقدم لكم المكونات، عفوا العربيه كتلف لينا ديما. مكونات وطريقه التحضير ان شاء الله باش ما نكثرش عليكم بلا بلا. المهم على بركه الله جيت لكم وصفه بورق الغار. هو ورق سيدنا موسى، ورق الغار يعني سيدنا موسى اللي كنديروا في الطبخ وكنديروا في الوصفات والبشره والشعر وكل شيء. المهم ها هو كما كتشوفوا ورق سيدنا موسى، هو ورق الغار. وعندنا الشاي اتاي اللي كنعمروا به اتاي العادي، الحبوب، الشاي الاخضر يكون اخضر بحال هكذا. وعندنا القهوه البن المطحون، البن بودره كما كتشوفوا. اللي عندكم محب طحنوها، ولا عندكم موجود بحال هكا عاد حسن. المهم وعندنا واحد الزيت، اهم عنصر مع الورق الغار لازم يكون زيت عندكم طبيعي. انا عندي زيت الكوك. لو عندكم جوز الهند، وي سميتو جوز الهند هو الكوك. الا ما عندكمش كوك ديروا زيت زيتون ولا زيت اللوز المر، ماشي الحلو، المر، ولا زيت السمسم. المهم انا زيت الكوك، انا عندي زيت جوز الهند. واحد الكاس ديال الماء. مكونات جد بسيطه، ما كنكثر عليكم المكونات وكل شيء موجوده في كل بيت. المهم هادو هما المكونات اللي عندي في هذه الوصفه هذه. من بعد غادي نقول لكم ها المكونات، ندير لكم الطريقه، ومن بعد نقول لكم في نهايه الفيديو غادي نقول لكم الفوائد ديال ورق سيدنا موسى اللي ينفع للشيب، اللي كيقضي على الشيب. كما كتعرفوا حتى البن، القهوه حتى هي كتغطي الشيب. والشاي الاخضر غني عن التعريف، حتى هو عنده دور كبير في تغطيه الشعر الابيض. المهم على بركه الله، مع لكم الفوائد ديال هاد المكونات. من بعد على بركه الله غادي نجيب واحد الكاسرونه، اي كاسرونه عندكم بحال هكذا، غادي نديروا فيها جميع هاد المكونات. عندي هنايا نديروا غير 3 ولا 4 ديال الاوراق ديال ورق الرند او ورق سيدنا موسى او ورق الغار. المهم نديروا 3 كفايه. ها هما 3 حبوب الشاي، درت غير ملعقه كبيره شاي اخضر. وعندنا البن ملعقه كبيره حتى هي كما كتشوفوا. وهاد الزيت نخلوها في الاخير، ماشي دابا غادي نديرو حتى الاخير، حتى نديرو يتغلى فوق النار. هذا كاس ديال الماء. شفتوا المكونات جد بسيطه، ما كنكثر عليكم، ما كنجيبكم حاجه مستحيله، كلشي هادشي موجود عندكم في المطبخ. على بركه الله غادي نمشي نديرها على النار باش ما نضيع لكمش الوقت بزاف، ما نديش وقت منكم بزاف. غادي نديرها تغلى، هاد المكونات كامله كما كتشوفوا غادي تغلى على نار واحد لمده من 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه، حتى يغلى لينا مزيان وتندمج، عفوا تندمج المكونات كامله مع بعض
ونرجع لكم باش غنديروا تتمه الفيديو. ما تمشوا فين. اللي بغى الوصفه القضاء على الشيب الشعر الابيض يبقى معايا حتى الاخير. ما تمشوا فين، خليكم معايا حتى نرجع لكم بعد الغليان ديال هاد المكونات كامله. خليكم معايا. الخليط بعد ما دار نطبخ لينا واحد من 10 دقائق حتى ل 20 دقيقه. ها هو كما كتشوفوا باقي سخون. ها هو اللي كيبان لكم بني. ها هو اللون تبدل تغير. غادي نخليه يبرد شويه. نخليه يبرد شويه ومن بعد نصفيوه في واحد الصفايه بحال هكذا. الصفايه تكون وجدت واحد الصفايه بحال هاك. غادي نصفيه نصبر شويه حتى يبرد ونرجع لكم باش نصفي داك الخليط. ما تمشوا فين. ها هو بعد ما برد لي هذاك الخليط كما كتشوفوا. ها هو راه باقي دافي ولكن برد شويه. باش نصفيه غادي نجيبو في هذا الصفاح الاناء كما كاين كما داير. غادي نحاول نصفيه بحال هكذا. حنا بغينا غير هذاك الخليط، داكشي اللي باقي يبقى هنايا. نحتاجو غير الاخر الخليط ديالو بحال هكا. هما هذاكشي يبقى ما نحتاجوش دابا. هذا الخليط هذا اللي هنا في الكاسرونه غادي نحيده. ها هو صفيتو صفا يكون رقيقه بحال هكا. ها هو بقى لينا غير هذاك الماء بني كما كتشوفوا. ها هو هاي القهوه وورق الغار والشاي الاخضر والماء. ودابا غادي نضيفوا لكم اي زيت عندكم، زيت زيتون ولا زيت جوز الهند طبيعي. غادي ندير واحد معلقه كبيره ولا زوج على حساب الشعر، طول الشعر اللي عندكم بحال هكذا. شويه قاسح ولكن هذا راه باقي هذا سخون غادي يذوب. باش يذوب معاه بحال هكا نخلط بهادي بحال هكذا كما كتشوفوا. مادام راه دافي. الا نتوما بغيتو تذوبوه في الميكروند ذوبوه قبل، ولكن هذا سخون غادي يذوب معاه. ها هو نحاول نذوبه معاه باقي دافي بحال هاك. انا غادي نزيد شويه زيت زيتون ها هو ولا زيت السمسم الجنجلان السمسم. غادي نزيد انا واحد شويه حقاش عندي الشعر شويه ناشف. هاد الوصفه هذه تصلح للشعر الناشف والدهني بجوج باش تغطي داك الشيب. ها هو حنا درنا هاد الوصفه للشيب. غادي نذوبوه مزيان بحال هكذا كما كتشوفوا راه كيذوب لينا دابا. ها هو نحاول نذوب مزيان هذاك جوز الهند باش مع البرد كيجي قاصح. واش كي قاصح هذا هو نوع مزيان. ملي تشوفوه قاصح بحال هكذا هذا هو النوع الاصلي. ها هو شريته. ها هو كنخلي غير الوصفات. ها هو بدا يذوب لينا كما غتشوفوا. ها هو نقرب لكم باش تشوفوا. نحاول نهبط لكم شي باش تشوفوا. ها هو بدا يذوب. شفتوا كيفاش. انا غادي نضيف شويه زيت السمسم. نتوما لما بلاش ما عندكم غير ديروا واحد الزيت اللي بغيتو ولا ديروا جوج. انا غادي نزيد هذا اختيار تزيدوه من احسن. هذا عنده فوائد كثيره للشيب لتغطيه الشيب كما كتشوفوا بزاف. معليش درت وحده كبيره تقريبا. المهم غادي نخلط مزيان تندمج هذاك زيت جوز الهند وزيت السمسم. ماشي ضروري ديروا جوج زيوت. انا ندير واحد الزيت وصافي، ولكن انا بغيت نضيفها باش نديرها لشعري. ما غاديش نديرها دابا. انا ما غاديش نديروها دابا، نخليوها حتى الغدا. انا بغيت نخليها حتى الغدا. نتوما تقدروا ديروا هذيك الساعه غير يكون دافي شعركم. تغسلوا شعركم الاول يكون شعر نقي وتنشفوه شويه. عاد ديروا هاد الوصفه هذه ديروها سميتو الاماكن اللي فيها الشي بزاف.
تركزوا على الاماكن اللي فيها الشيب بزاف، دلكوا فروه الراس والاماكن اللي فيها الشيب تركزوا عليها، وديروا الشعر من الجذور حتى الاطراف، كلشي من فروه الراس حتى الاطراف كلشي. هاد الوصفه ديروها كامله، وديروا عليها تغطوها بكيس بلاستيكي ولا واحد الكيس، واحد الفولار هكا عادي. الا عندكم بلاستيكي دير بلاستيكي، ما عندكم ديروا غير الفولار عادي، واحد الزيف عادي. وخلوا هاد الوصفه هذه على شعر نقي، خلوها من ساعتين حتى 3 باش تحصلوا على نتيجه زوينه. وشحال ما تعطلت هاد الوصفه في شعركم، مهم من ساعه حتى ل2 سوايع 3 كاع، ما ديروش قل من ساعه، باش الوصفه غادي تغطي لكم الشيب كامل في اول استعمال. غتحصلوا تلاحظوا على الاخر. انا ما غاش نديرها دابا، بغيتو ديروها على 2 ساعة ولا 3 عاد ديروها، ولا خلوها حتى الغد ليه. انا غادي نخليها حتى الغد ليه، شحال ما تعطلت ليا غادي نغطيها واحد فيلم اليمونتير كيس بلاص الغذائي، نغطيها حتى الغدا، غادي نديرها في الصباح بحال غادي نخليها تخمر هاد الخليط هذا يتخمر باش يعطينا نتيجه زوينه. واللي بغى يديرها هذيك الساعه في الصباح، انا درت هاد الوصفه كنديرها لكم بالليل، كنصورها بالليل، ما غاش نديرها دابا بالليل حقاش نخليها حتى الغدا. انا نغطيها بالكيس بلاستيكي كما غادي نوريكم دابا حتى الغدا، وغادي نديرها لشعري باش هذيك المكونات كاع تندمج، تبات ليله كامله، تعطي واحد المفعول زوين. وغادي نقول لكم في الاخير الفيديو غادي نقول لكم المنافع ديال الورق الغار للشعر للشيب، لتغطيه الشعر الابيض. مهم غادي نمشي نجيب فيلم كيس بلاستيكي باش نغطيها. خليكم معايا ما تمشوا فين. المهم هاد الوصفه طبيعي ممتازه البنات اللي عنده الشيب كتير ولا قليل، اللي عنده قليل غادي تنفعو وتعطيه نتيجه بسرعه، واللي عنده كتير غادي خصو المداومه. هاد الوصفه خصكم ديروها 3 مرات في الشهر، 3 مرات في الشهر، واللي عنده قليل يديرها غير مره في الاسبوع. مهم شحال ما درت داومتوها، اللي عنده مشاكل كثيره ديال الشيب مره في الاسبوع، كل اسبوع يدير مره في الاسبوع ولا مرتين. واللي عنده قليل مهم 3 مرات في الشهر على الاقل، 3 مرات في الشهر. انا غادي نغطيها بالكيس بلاستيكي باش ما نطولش عليكم، غادي تقولوا لي راكي طولتي في بلا بلا. المهم بغيت نشرح لكم، انا غير حتى الغدا غادي نديرها. ولا درتو نتوما في الصباح ديروا هذيك الساعه، ديروها هذيك الساعه وخلوها من 2 حتى ل3 ساعات كما قلت لكم. المهم انا غادي نغطيها، ونتمنى هاد الوصفات ديالي تنال اعجابكم، ونتمنى هذوك البنات اللي قالوا لي ديري لنا هذيك الوصفه ديال الشيب ان شاء الله يكونوا يشوفوا هذا الفيديو، يكونوا يشوفوه ومن طبقوا هذه الوصفه لقوا عندها نتيجه زوينه. ما تنساوش تخلوا لي تعليق على هذا حق هذه الوصفه هذه، وشكرا عليكم على المشاهده، والى اللقاء الى فيديو قادم باذن الله مع وصفه جديده مع منى بالله. الى اللقاء، دمت في رعايه الله وحفظه. تصبحوا على خير، ليله سعيده، مع السلامه.